يوسف عبدو صعدون من كتائب شمس الشمال، أخو أبو ليلى. حصلت شبكة بريس 23 الإعلامية على فيديو نشره تنظيم الدولة الإسلامية داعش لاعتقال شقيق القائد لكتائب شمس الشمال والقيادي السابق في قوات سوريا الديمقراطية فيصل أبو ليلى، والذي فقد حياته في وقت سابق، يوسف عبدو سعدون، حيث ظهر في الشريط المنشور وعلى وجهه آثار التعذيب والضرب وبلباس برتقالي اللون. وأثناء التسجيل المصور يظهر شقيق أبو ليلى وهو يتكلم عن تفاصيل عن شخصه ووظيفته وكيفية إصابة القائد أبو ليلى بقوله: أبو ليلى جاءوا هون بالأرض المعركة على الشاذي على راسه، وأخذوه أمريكان على السليمانية، بعد 3 أيام توفى وجابوه. وعلمت شبكة بريس 23 الإعلامية من مصادر خاصة في قوات سوريا الديمقراطية أن يوسف شقيق أبو ليلى كان مقيما في تركيا، لكنه أتى مؤخرا إلى سوريا لرؤية شقيقه قبل فقده لحياته في شهر حزيران الفائت، قبل أن يعتقله تنظيم الدولة الإسلامية داعش ويبث شريطا مصورا بذلك. يذكر أن مصادر إعلام محلية نشرت خبر فقدان القائد فيصل أبو ليلى لحياته في 5 من شهر حزيران الفائت، وهو القائد العام لكتائب شمس الشمال المنضوية تحت لواء قوات سوريا الديمقراطية، حيث أصيب في معارك تحرير ريف مدينة منبج بجروح بالغة بعد استهدافه بصاروخ حراري من قبل تنظيم الدولة الإسلامية داعش في 3 من حزيران الفائت. وقد شارك أبو ليلى في الكثير من المعارك، منها معركة تحرير كوباني ومعارك تحرير ريف الرقة الشمالي وأخيرا ريف منبج شمال سوريا. انزل فاروق. ايوه موسى.